السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في قناة اليوم الإيماري والحمام والعصافير. النهاردة إن شاء الله هنوريكم ما شاء الله تبارك الله. الزغلول لسه طالع من البيضة. هنشوفه مع بعض أهو. لسه حاطط لهم الأكل لقيته قام. بسم الله ما شاء الله أهو. أدي الزغلول أهو، وأدي لسه نصه بيطلع من البيضة أهو. والله لسه بيطلع حالا أهو. نبتدي لو هو شابك في حاجة نسلكه أهو. وادي الزلال بتاعه اهو في القشرة البيضة. طبعا اول ما يطلع كده يا جماعة، اول ما يطلع لازم نتكلم ونقول ونعيد ونقول الكلام ده كله. لازم الحاجات دي تمشي من جنبه، اللي هي ايه؟ قشر البيض. طبعا قشر البيض ده الزول اللي جوه اهو. همسكه اوريهولكوا. الزول اللي جوه ده يا جماعة بيلم حشرات، بيلم نمل، بيلم سوس، بيلم حاجات كتير. فاحنا لازم نخرجه ونبعده عن الزغلول، بحيث ان النمل ما يجيش ويخش في ودنه ويخش ياكل جسمه ويقضي فيه. الحاجات دي كلها لازم تتشال من عنده. لا اما تاخده تكسره وتحطه على الاكل، كالسيوم برضك حلو. لا اما تشيله وترميه خالص. شوف انت عايز تعمل ايه، مفيش اي مشكله. طبعا ده زي كالسيوم قوي قشر البيض ده. طبعا احنا بندي الحاجه كالسيوم عشان تبيض. طبعا ده فيه كالسيوم قوي جدا، وبنفركه عشان ياكلوه. ما مش عايزهم ياكلوه خلاص نبقى ايه؟ نرميه. فنشيله من جنبه خالص اهم حاجه. وطبعا البيضه التانية طبعا ان شاء الله بامر الله برضك ممكن تخرج على النهارده بالليل او بكره الصبح. برضك هنتابعها ونشوفها. بس احنا قلنا ايه؟ نطمن على الزغل ده. الزغل ده طبعا طالع كويس وصحته كويسه اهو الحمد لله، ما فيهوش اي اعاقه. ما فيهوش اي مشاكل. كده نبتدي ايه؟ نسيبه وما نمسكوش ايه تاني. بحيث ان احنا ايه؟ نطمن على البيضه التانية والزغلول التاني برضك اما يخرج. وبعديها نسيبهم براحتهم بقى، ونحط لهم الميه بتاعتهم والشرب بتاعهم. ما نقرب لهمش خالص لحد ما ايه؟ يبتدوا يشدوا ويبتدوا يكبروا. اهو بصوا زي ما حضراتكم شايفين معايا لسه ايه؟ طالعه. طبعا دول انا مش هسيبهم كده، دول همسكهم كده وأقوم جاي فاركهم ايه. هم اصلا كده كده القشره بتبقى ناشفه، هفركها الايه؟ اليمام في الاكل اهو. وهوريكم بعد ما افركها بالاكل وبيروحوا الاكل هما بيعملوا ايه. اهو فركتها اهو. ادي قشر البيض اهو. بصوا يا جماعه اهو. هيبتدوا ينقروا فيه وياكلوا الكالسيوم كله اللي في البيض. طبعا دي كده ما شاء الله تبارك الله. كده اطمنا عليه. وده ادي عمر اهو الزغلول اهو. ده لسه يا جماعه عمر يوم، ويمكن عمر ساعات كمان. عشان الصبح انا بحط لهم الاكل ما كانش لسه طلع. ده طالع في حدود مثلا بعد الظهر. آه يعني على الساعة 2 الساعة 3 كده في الحدود دي. ليه؟ إيه اللي عرفني؟ اللي هو شعره ما بينزل مبلول، بيخرج من البيضة مبلول. هو دلوقتي شعره ناشف. وطبعا في حاجة طبعا برضك احنا بنشيل البيضة ليه؟ ممكن نص البيضة دي راس الزغلول تخش جوه، امه ما تعرفش تأكله. هو ما يعرفش يتنفس فيموت. فاحنا يا جماعة يعني ايه؟ بعيد وزيد في الحتة دي والله، عشان مهمة جدا. اول ما تعرفوا اللي هو طار اللي هو طلع، تبتدي ايه؟ ترمي قشر البيض. سبحان الله هي امه بتشيلها، بس هو منه كان في البيضة نفسها نصه، والتاني كان في البيضة، فمش عارفة تشيل البيضة من عليه. فامه سبحان الله هي كده كده بتشيله من نفسها. شالته الحمد لله. ما شالتوش احنا ايه؟ نحاول احنا نشيله، او عايز تفركه مع الاكل مفيش مشكلة. كده الحاجات دي كلها. وطبعا حاطط لهم تبن عشان يتدفى الزغلول شوية. مفيش اي مشاكل لو محطتش برضه. ادي ده الجزء ايه اللي احنا اطمنا عليه كده تمام. نخش على الجزء التاني. طبعا احنا كنا حاطين في الفيديو امبارح البرسيم اهو. لما كل البرسيم وما شاء الله حضن البيض تحتيه اهو. ادي البيضتين تحتيهم هم ما شاء الله تبارك الله. دول برضك البيضتين عمر يومين. ده اللي كان بيزوف عليها وبيجري وراها وكانوا بيضربها. طبعا بنقولها على حصل لحد ما ايه ما شاء الله باضت اهي اهو. ربنا يرزق كل واحد الجوز اللي عنده ايه؟ يبيض. وادي دول جهزوا العيش وظبطوا، وان شاء الله برضك مش هيطولوا ونصورهم وايه بيضين ان شاء الله.
وادي الجوز ده برضك نظم العش بتاعه اهو. طبعا احنا كل يوم لازم نشيك عليهم، لازم نبص، لازم نعرف بيعملوا ايه، ولا قدر الله لو في حاجة تعبانة حاجة عيانة برضك لازم نلاحظها. ودول لفوا العش بتاعهم اهو. ونروح على الجزء اللي في الوش برضك اهي. بصوا زي ما حضرتك قلتلكوا، يعني البرسيم كان عالي وكان مترصص عامل دايرة، هي فركشته شوية ورجعت ظبطته على جسمها اهو. دول برضك جاهزين للشغل والبيض. طبعا كان في احدى اصدقائي برضه كان بيكلمني، كان صور لي جوز على الواتس وكده، تحياتي ليه طبعا. بصراحة حب الحاجة ونزل جابها من السوق، وكلمنا انا وهو على الفيس، ووراني بصراحة ما شاء الله تبارك الله منقيهم حلو ومنقيهم كويس، وكله بفضل الله وربنا يرزقه فيهم. دول يا جماعة برضك لو اشتريتهم وعليهم ريش طبعا، لو على شغال ممكن يقعدوا عندك شوية عقبال ما ياخدوا على المكان كده ويبيضوا. لو عليهم ريش طبعا، الريش النتاية لو عليها ريشة واحدة مش هتبيض. لو ذكر عليه ريشة ممكن يشتغل معاك وزي الفل تمام تمام، مفيش مشكلة. طبعا يشتغلوا بس لو النتاية عليها ريشة هي ايه تقعد شوية، لازم توقع الريش كله اللي عليها وتبتدي تكسر عليها لحد ما تكون عنقود البيض وتبتدي ايه تبيض عندك. طبعا ما شاء الله دول برضه الجوز شغال منتظرينهم يبيضوا، مفيش اي مشاكل. برضك جالي سؤال امبارح اخر النهار برضك، كان واحد يحتاج رقم الواتس وكتبتهوله، قال لي دلوقتي كان عندي جوز شغال ولا ذكر طار او النتاية يا رب النتاية طارت، وكان الذكر راقد على بيضتين. جوز شغال بايض وتمام التمام، وكان راقد على ايه راقدين على بيضتين. فهو نسي الباب ومربيهم في البلكونة، نسي الباب مفتوح والذكر ايه النتاية قصدي طارت. هيعمل ايه طبعا؟ قلت له انت وحظك، لو الذكر حنين هيقعد لحد اخر ما يطلعه. وقال لي سكة راقدة 15-16 يوم. قلت له انت وحظك، ممكن الذكر يمل ويقوم من على البيض، او هو قال لي الذكر راقد لا اما يكمل مسيرته. قال لي طب انا كنت حاجز برضك في القفص التاني، كانوا عياله في الجزء الاولاني، يقدر احط حاجة؟ طبعا مفيش اي مشكلة. اليمام بيتجوز بعضه عادي، سواء خلف ذكورة أو نوتي وكبروا في مستوى الشغال عادي، يتجوز الأم والأب يتجوز الأب. طبعا دي طيور عامة عادي، يعني مفيش أي مشكلة فيها، يتجوزوا عادي. وادي الجوز اللي أنا كنت حاطط لهم قش، طبعا بيجري وراها برضك عايزة تبيض. طبعا هظبط لهم قفص وكده انقلهم طبعا زي ما احنا متعودين. دول كده مش دكارين يا جماعة، ده الدكر زيت على النتاية وعايز تبيض زي ما احنا متصورين في فيديوهات قبل كده. انا هحاول اجيب لهم مكان وانقلهم، وحتى هم واخدين المكان ده، اما حد بيطلع هتلاقيهم بيضربوا فيه غير المجموعة اللي تحت. طبعا مش هينفع يبيضوا في المجموعة دي عشان القفص ضيق اصلا. او بصوا هم مستوليين على الحتة دي اللي هم ايه كده، ده الدكر بيدافع عن العيش بتاعهم. وطبعا الجوز دول برضك ان شاء الله كانوا بيكسروا على بعض، شفتهم الصبح بيكسروا على بعض ان شاء الله. برضك القش يا جماعة سحر والله، حط لهم كله بينظم وكله بيرتب لحد ما ان شاء الله ايه يشتغلوا. في اي سؤال في اي حاجة اكتبوا لي في تعليق برضك وهنتواصل ايه مع بعض. بصوا يا جماعة ادي اضربوا لحد ما وقعوا تحت اهو. ادي الجوز اللي واخد بعضه. طبعا الدكارين مش ده ضرب دكارين، ضرب دكارين تلاقي الدكر بيضرب والتاني بيضرب قصاده، مش اللي هو ايه مستسلمة زي دي بتبقى نتاية. دول كده خلاص ايه على وش شغل، مش على وش شغل، هم ايه خلاص عايزين يشتغلوا، عايزين يبيضوا، عايزين اي مكان يحنوا فيه مع بعض ويشتغلوا على طول ان شاء الله. ان شاء الله هظبط لهم مكان برضك وهنقلهم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة ليوصل كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.